كان الله في عون الشعب اللبناني ولبنان. نفسي افهم جماعه ح ب الله اللبنانيه ليه دخلتوا لبنان غيابات الحرب مره تانية. الشعب اللبناني من 2024 كل شويه يحط هدومه ويلمها في شنط ويعني يجري وعيالهم تتمرمط وتتبهدل. انا شفت فيديوهات حاجه توجع القلب وحاجه تزعل. الشعب اللبناني ده يعني شعب محب للحياه، شعب جميل وشعب راقي. اما اشوف دلوقتي القنابل في بيروت حاجه توجع القلب. ليه الجماعه المحظوره اللي طبعا تم حظرها انت قررت تدخل لبنان غيابات الحرب دي؟ والمصيبه ان مفيش اي نتائج تذكر انت بتعملها. انت مخترق، كل الناس عارفه انك مخترق. اكيد انت فاكر لما تم اغتيال حسن نصر الله والطيران اللي ما تسموش جابه في مكانه، كان في خونه ما بينكم. قررت تدخل لبنان ليه تاني الحرب دي؟ انتوا مالكمش دعوه، الشعب اللبناني ملوش دعوه. الشعب ده صعبان عليا يعني بتمرمط. انا شفت صور الناس وشفت صور اطفال، شفت الناس وهي زعلانه. الناس يعني تسيب في شهر رمضان سايبين بيوتهم وسايبين حالهم وسايبين مالهم وعندهم سؤال واحد: هنروح فين؟ يا جماعه الموضوع صعب قوي، دمه تقيل لما تجيب اسرتك وعيالك واخواتك وتسيب كل حاجه بقى، مش عارف هترجع ولا مش هترجع. بهدلتوا الشعب اللبناني. ارحموا الشعب ده. الشعب ده نفسه يفرح، الشعب ده نسي الفرحه. طبعا كان الله في عون كل العرب واخواتنا في الخليج واخواتنا في كل منطقه الشرق الاوسط، بس الشعب اللبناني ده يعني عارفين انتوا اللي هو ايه، بيحاسب على فاتوره مش بتاعته. والله العظيم هو ده الشعب اللبناني. كان الله في عونكم من الجماعه المتهوره. ده قرار متهور، ده قرار غير محسوب، وكانها خناقه، انتوا داخلين خناقه في شارع.